السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبنا وكل الناس اللي بتتابعنا. القناة وصلت 90 مشترك بس، ولكن إن شاء الله أنا واثق في ربنا ثم واثق في كل حبايبي وكل الناس اللي بتتابع الكورة وكل الناس اللي هتحب إن شاء الله محتوانا إن إحنا بنتكلم عن الكورة وكل أخبار الكورة وكل تفاصيل الكورة إن شاء الله. النهارده في ماتش مهم من كل الأهلاوية، كل أهلاوي يخش دلوقتي يعمل لايك واشتراك في القناة ويقول للأهلي ويتوقع الأهلي هيفوز كام النهارده، أو يتوقع نتيجة الأهلي والترجي النهارده. الماتش هيتذاع على الساعة 11 بالليل بتوقيت مصر. ماتش هيبقى مهم جدا للنادي الاهلي، ماتش مصيري، لانه الاهلي طالع من ازمات كتير، الاهلي في ازمة كبيرة، سوء النتائج وسوء الاداء وكل ده، ومدرب مش كويس، او معظم جماهير الاهلي شايفاه انه مدرب مش كويس. وبالنتائج والاداء والطريقة اللي هو بيقدمها باين ان هو مدرب مش كويس جدا خالص للنادي الاهلي. النادي الاهلي حاليا الفترة دي مش فترة مدرب. الفترة دي مش فترة مدرب بالنسبة للأهلي. يعني ماتش النهاردة مش ماتش مدرب، ماتش لعيبة. ماتش لعيبة تيجي تقول لا احنا بنحب النادي الأهلي، احنا عايزين النادي الأهلي يكسب، عايزين نثبت ان احنا لعيبة كبيرة ولعيبة قد المسؤولية ونقدر نجيب بطولات النادي الأهلي. الأهلي لما خد التاسعة من الزمالك، الأهلي لما خد 3 بطولات أفريقيا أو 4 بطولات، 3 بطولات الأخر في أفريقيا. النادي الأهلي خدهم لعيبة كبيرة، ولكن كمستوى فني اللعيبة مش عالية أوي، أو مش زي اللعيبة اللي دلوقتي. يعني أنت بتتكلم على طاهر محمد طاهر وحسين شحات وبيرس تاو، مش هيبقوا زي زيزو ولا بن شرقي ولا تريزيجيه. فأنت بتتكلم كواليتي عندك عالي أوي. كنت بتلعب قبل ما يجي إمام عاشور بحمدي فتحي وعمرو السولية وخط أفريقيا. عمرو السولية لعيب كبير مميز، ما نقدرش نقول على حاجة، بس كواليتي لعيب زي بن رمضان ولا كواليتي لعيب زي امام عاشور يقول لك ان انت تقدر تاخد افريقيا وانت حاطط رجل على رجل. سكواد بيراميدز قوي بس مش اقوى من الاهلي، ولازم لعيبه الاهلي النهارده والفتره الجايه تثبت لمصر وجماهير الاهلي، وتصالح جماهير الاهلي، وتثبت لمصر وكل الاعلاميين والمحللين اللي قالوا اللعيبه دي ما تنفعش في النادي الاهلي، تثبت لا احنا ننفع. ماتش النهارده مش ماتش مدرب، لان كل الناس اقتنعت ان المدرب فاشل، مدرب الاهلي فاشل، وكل الناس جماهير الاهلي او غير جماهير الاهلي عرفت ان المدرب ده فاشل. ماتش النهارده ماتش الاهلاويه. ماتش النهارده ماتش لعيبه، واللعيبه ان الماتشين دول قويين جدا. الترجي رايح جاي، انت العوده مش هيبقى فيه جماهير، فانت الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ فانت كاهلاوي كلاعب اهلاوي لازم تثبت وتكسب النهارده. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، والاهلي النهارده يكسب 1-0. كان توقعنا لايك واشتراك في قناه كلام في الكوره. السلام عليكم.